اجي خليني نكون واضح معك، انا عارف داك الاحساس اللي كيجيني وكيجي ملي كنسافر لبلاد جديده، كتكون متحمس وفيك الفضول باش تكتشف حوايج جداد، ولكن في نفس الوقت كتكون تخوف من الحوايج اللي جايين جداد والمصاريف اللي ما عمر شي واحد هضر لك عليهم. داك الشيء علاش اليوم غادي نسهل لك الاموريه ونشرح لك اغلبيه ديال المصاريف المخفيه اللي الطالب ما كيكونش معول عليها، حيت ما كايناش غير القرايه والطياره والسكن والجامعه، ولكن كاين مصاريف ما كتحس بها حتى وكنتوصل. اول حاجه غنبداو بها هي ملي تحط رجليك في الشينوا وانت باقي في المطار، خاصك ضروري تصرف واحد 100 حتى 200 دولار العمله ديالهم. هذه بطبيعه الحال كتكون ديجا جايبها معك، وهادشي حنا كنشرحوا لك بطبيعه الحال قبل ما تمشي في واحد الدوره تكوينيه نديروها لك. علاش ما خاصكمش تصرفوا بزاف ديال الفلوس؟ حيت تو سامبلومون دائما لو طون ديال الشونج في المطار كيكون طالع، داك الشيء باش قلت ما بين 100 حتى 200 دولار. تقدر تسولني تقول لي ياك الشينوا ما كيخدموش بالكاش، ولكن ضروري في الإطار الاولانيه حيت انت باقي ما عندكش الصولد في العلي باي او في الويشات، فضروري خاص يكون عندك شويه الكاش اللي تقدر انك ديباني به غير ثمن ديك الساعات تشري الحساب ديالك من الاي تي ام يتحطم ديك الساعات في الكونط بونكير ديالك. دابا السؤال اللي كيطرح نفسه، شنو غادي ندير بهاد الفلوس؟ اول حاجه التنقل، سواء كان طاكسي او المترو او التران اللي ما كنتيش مقطعو من الاول. ثاني حاجه لوطيل الا كنتي حتى هو ما قطعتيش من الاول او حتى كان بعيد عليك. ثالث حاجه لاكارت، دونك الا ما كانش عندك فراك رسميا مقاطع على العالم ضروري تشريها باش توصل مع والديك. وكنصيحه اللي عطيها لكم بالنسبه لابونمون اللي كتاخذوها من المطار، ما تاخذوش شي باك كبير، خذوا اقل اشتراك اللي غتلقاوه عنده، حيت بطبيعه الحال وانتم غتمشيو للجامعه ديالكم ضروري ما كتلقاو دي باك بالنسبه للطلاب اللي كيقراو في الجامعه. فديك الساعات حتى الا خديتوها الثمن كتاخذوه بواحد الثمن معقول. ودير في بالك راك انت دائما باقي في المطار، يعني باقي ما بدينا والو. تبعوا معايا سلسله ديال هاد الفيديوهات باش تعرفوا كاع المصاريف المخفيه اللي تابعينكم.